بنات، عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا هتكلم عن حاجه مهمه كتير بالنسبه للعرايس اللي بيحبوا يشتروا علب المكياج اللي هي من قديم الزمن. انا كنت شايفه ان هي مش حاجه حلوه وقلت عليها في فيديو قبل كده، بس الحقيقه انا اكتشفت علبه حلوه جدا 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 وقررت ان انا مش هبخل عليكم واعمل لكم ريفيو عنها عشان اللي حابب يشتريها. للاسف العلبه دي مش موجوده في مصر، العلبه دي في سيفورا. سيفورا انا كنت عارفه ان هي في امريكا، بس بسبب بنوته برضو بتعمل فيديوهات عرفت منها ان في الامارات. بصراحه كنت اول مره اعرف من شهر، فرحت جريت على بابا قلت له الحقني هات لي كذا وكذا وكذا، ربنا يخليه ليا ان هو جاب لي كل حاجه يعني انا عايزاها. بس النهارده هركز لكم على العلبه دي. العلبه دي من سيفورا، تعالوا نشوفها مع بعض. بليز كيب What we do here is go back. اولا يا جماعه سيفورا دي عشق. طيب لو عاوزين تشتروها هتشتروها ازاي؟ خشوا على سيفورا، هتجيبوها بالدولار، تشتروا منها اللي انتوا عاوزينه بالدولار. تمام، لو حاسه ان هو كتير عليكي، بس لو ليكي قرايب في الامارات في دبي هاتيها. طيب ايه كمان؟ في ناس تانية بتروح تشتري هي اصلا الميك اب ده من الامارات وبتبيعه. انا ما بثقش في اي جروب، بجد انا مش بثق في اي جروب خالص من اللي بيبيعوا الميك اب. ويا جماعه خلي بالكم عشان هما بيخموا، وساعات بيكونوا هما مش عارفين اصلا الفرق ما بين الاوريجينال والهاي كوبي يعني. تمام، لان بتكون سيم يعني نفس الحاجه. فبليز ما تجيبوش من اي جروب. وانا اوعدكم انا لحد دلوقتي مش لاقيه جروب موثوق فيه، بس لو اي جروب خلاني جربت حاجته او انا جربت واشتريت منه، بس انا مش بحب اشتري منهم بصراحه ولا جازف بفلوس. فلو انا يعني جربت حاجه ولقيتها يعني كويسه، ولقيت ان الجروب ده موثوق وفعلا بيجيب ميك اب اوريجينال، هقول لكم. بالنسبه لان في جروب اللي كنت قلت لكم عليه جات لي هديه الفالنتاين منه، عايزه اقول لكم ان الجروب ده لو عاوزين تشتروا منه فاين اشتروا منه، بس عشان تكونوا عارفين الميك اب بتاعه مش اوريجينال. تمام، انا ما عنديش مشكله اشتروا من عنده، حاجته حلوه، الفرشه بتاعته حلوه، بس انا اتخميت في الاي شادو بتاعه ان هو مش اوريجينال. تمام، اتخميت جدا لان نفس الشبه بطريقه مش طبيعيه، بس عرفت بالكواليتي لما جيت اجرب. عشان ما اطولش عليكم، يلا يا عرايس هعمل لكم ريفيو عن العلبه دي، ولو حابينها روحوا اشتروها اونلاين. العلبه دي اسمها كايرو كولر فيستيفال من سيفورا. تمام، انا لما اشتريت العلبه دي كنت شاريها عشان انا نفسي اخد كورس ميك اب واكون ميك اب ارتست مشهوره يعني، بس مش متاكده من الموضوع ده. بس لقيتها ان هي شويه الاحجام بتاعتها صغيره يعني. تمام، فانا قررت ان انا هعينها هتجوز بيها يعني لان هي حلوه جدا. مش هستخدمها دلوقتي اهي، هي دي العلبه بجد حلوه قوي. تعالوا نفتحها حاجه حاجه. اول حاجه هنفتح من هنا. هنا في الوان اي شادو. تمام، فيها 2 4 6 8 10 12، هنا 24 درجة اي شادو. تمام، والناحية التانية من العلبة فيها برضو درجات اي شادو بني وبيج. مش عارفة مش شايفين كويس ولا لأ. تمام، فيها مراية. طيب تتفتح كده، هنا في درجات اي شادو تاني مختلفة خالص. هنا دي روجات، هنا طبعا الكواليتي بتاعتها تحفة مش محتاجة اقول لكم. بعد كده يا بنات هنا بقى في ايه؟ هنا في ايلاينر، درجات ايلاينر، وهنا برضو روجات. تمام، واخر صف بقى في ايه؟ هنا في دي احمر خدود وكونتورنج، وهنا في ارشادات للاي شادو والايلاينر، ازاي تحطيها ازاي تستخدميها، يعني تريكس كده عشان تستخدميها كويس. وبكده تكون دي العلبه بجد حلوه جدا جدا، هتعجبكم قوي. لو عاوزين تشتروها اشتروها. هي انا جايباها ب 250 درهم، مش عارفه بالدولار بكام. هو ده كان فيديو النهارده، حبيت اوريها لكم لان في عرايس كتير قوي سالتني عن موضوع علب الميك اب، فلما اشتريتها جبتها. لو حابين تشوفوا الميك اب كله اللي انا اشتريته من سيفورا قولوا لي في مسجات او في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك للبيج ولايك للفيديو ده كمان. ويا رب تكون فيديوهاتي الفتره دي بتعجبكم. باي باي.